كنت بقف عند بعض الكلمات، مش كلمات شريفة زي اللي حضرتك بتتكلمي عنهم، ولكن تعبيرات وكلمات ساعات تكون كفر، استغفر الله العظيم، والناس بتسمع وبتردد وبتحفظ. للأسف الشديد فين أعمال العقل وأبسط شيء؟ وبعيدا عن التطرف أو التعصب، الواحد كل ما عليه هو مقاطعة الأغنية. هيلاقي نفسه بيقطع أغنية ورا أغنية ورا أغنية، ثم مطرب ورا مطرب، لحد ما يزهد الأغاني خالص. طبعا حضرتك ذكرتي أشرف لفظ ممكن الواحد ينطقوا، وانا ذكرت مع حضرتك موضوع مرتبط، معلش لو كنت طولت، بس فعلا الناس بتردد بغبغانات، مفيش اعمال للعقل. اما عن الشباب المتسكع، سواء اللي بيعاكس بالالفاظ الشريفة او بيألف اغاني الفولكلور اللي بتتغني في الزفاف والافراح، فدول بقى لهم ربنا ومن لهم غير الله. ده لو حد مثقف ومتعلم وبنحاول نقنعه يلتزم ويدوخنا ويطلع مبرر لكل عقيدة في دماغه، فما بالنا بهؤلاء قليل العلم ليس لي عندهم غير تلك الكلمات، هداهم الله فليس لهم سواه، وأدعو لهم بإخلاص من قلبي والله، لأني مش بس بالمنظر المسيء بيضايقني، لا والله، والكلمة كمان السيئة والفعل السيء والنفوس الشريرة اللي هي محركة للشر والغل. طولت عليكم للأمام دايما، ربنا يخليكي يا بنت شاهين. وطبعا انتي مطلتيش علينا ولا حاجة، وانتي فتحتي موضوع مهم جدا هو الاغاني، والموضوع ده ان شاء الله هنتناوله في حلقة من الحلقات. وعلى فكرة اللي بيسمع اذاعة معا الى الجنة مش هيسمع ابدا اي اغاني، لان اذاعتنا هتخليكم دايما للامام. تعالوا بقى نكمل رأي استاذ رشاد العطار وكمان احمد رزق. الأستاذ رشاد العطار بيقول: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم شفاء للقلوب، وفيها من الأسرار الكثير جدا والنافع جدا، وكما أوصانا الله بالصلاة على الحبيب، لما نشوف خناقة نقول اللهم صل على سيدنا محمد، أو صلوا على النبي، معناها اكبروا لحضرة النبي واذكروه، انه هيزعل قوي لو عرف انكم بقيتم كده من بعده، ولكن يا خسارة، يا رب النبي يكون لسه بيحبنا، كما قال لأصحابه: اشتقت لأحبابي وهم نحن الذين آمنوا به ولم يروه. شكرا على التوبك رشاد العطار. اهلا بيك يا استاذ رشاد، ونورتنا في الموضوع، وفعلا ردك اضاف الكثير والكثير. فعلا يا جماعه لما حد يقول صلوا على النبي يعني اكبروا لحضره النبي، اذكر النبي يعني اشتاق لي، يعني تجسدوا قدامك. فعلا نتمنى فعلا يا استاذ رشاد ان النبي يكون لسه بيحبنا. اما بقى استاذ احمد رزق بيختم التوبك ويقول: اللهم صل وسلم وزد وبارك على خير البريه كلها، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. بكده نكون عرفنا كل رد الآراء. لسه يا جماعة في مسابقة عن أجمد رد هيوصل لنا في جروب وكمان على إيميل البرنامج عن الموضوع ده وإزاي نحله. أنا قلت لكم الناس ردت إزاي، انتوا كمان تقدروا تردوا علينا، تبعتوا لنا إيميل برأيكم على إيميل البرنامج انت مين _ فيهم@yahoo.com ENTA مين MEN _FEHOM@yahoo.com. ابعتوا لنا يلا بسرعة رأيكم وفوزوا معانا بشحن على هوا ب5 جنيه. خليكم بس على إذاعة معا إلى الجنة. الفاصل اللي جاي ده هنسمع حوار دار بيني وبين إحدى صديقاتي، وهي صديقة عزيزة عليا جدا، هي هبة، وزميلتي كمان في الكلية. تعالوا نشوف الحوار وإزاي احنا تناقشنا الموضوع، وهبة قالت لنا إيه إزاي نحل الموضوع ده. خليكم بس على إذاعة معا إلى الجنة، وبعده هنرجع لكم مع رأي كمان أحد الأعضاء المهمين جدا جدا جدا، وهو كمان زميل في الكلية. خليكم بس على إذاعة معا إلى الجنة. آمين 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 يا رب العالمين. إذاعة معا إلى الجنة هي طريقك إلى الجنة. المصلحين الصالحين آمين آمين متوحدين وموحدين. وفي موضوعنا النهاردة بنتكلم مع ضيفة لذيذة جدا، والضيفة دي هي هتقول لنا ايه رأيها في موضوع الحلقة. اهلا بيكي يا هبة، ومنورانا على إذاعة معا إلى الجنة، ومنورانا في برنامج انت مين فيهم.
وموضوعنا النهاردة عن الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ايه رأيك في موضوع الصلاة على الحبيب في اللهم صل على سيدنا محمد في غير موضعها؟ يعني تلاقي مثلا الرقاصة بترقص وصلي على الزين صلي، لو تفتكري معانا يعني. وكمان مثلا تلاقي مثلا واحد بيعاكس في الشارع وايه، وهو اصلا مش باين عليه خالص قيمة التدين بتاعته. وطبعا الواحد مش عايز يدخل في نوايا الناس، بس الظاهر عليه كده يعني. وتلاقي مثلا ايه اللهم صل على جمال النبي. فانت ايه رأيك في الموضوع ده؟ لا طبعا انا مش موافقة خالص على الموضوع ده. لانه يعني حاجة، يعني الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم دي حاجة كبيرة جدا، تمام. واكيد ليها ثواب كبير، بدليل ان يعني ان ربنا بيرد الروح في الرسول صلى الله عليه وسلم عشان يرد على الصلاة يعني عليه. تمام. فاكيد دي حاجة يعني ربنا يعني هيدينا عليها عقاب ان احنا بنعمل كده يعني. واحنا اكيد دي حاجة يعني ربنا يعني هيدينا عليها عقاب ان احنا بنعمل كده يعني. واحنا من الواجب علينا ان احنا نقدر ان احنا نحاول على قد ما نقدر ان احنا نوقف الناس دي، ما نخليهمش يعني يعملوا الحاجات دي يعني يقولوا اسم الرسول صلى الله عليه وسلم في حاجات او في مواقف مش في محلها يعني. لان احنا من الواجب علينا كمسلمين اننا بنؤمن برسول صلى الله عليه وسلم ان احنا نتأدب عند الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. اكيد طبعا. طب انت يعني ايه رأيك اللي احنا نوعي الناس دي ازاي، او نقول لهم مثلا لا ما تعملوش كده ازاي؟ انت عارفه طبعا دلوقتي ما بقاش اي حد بيتقبل النصيحه، وكل الناس لما تيجي تنصحيها تقولك يا عم انت عارف اكتر مني يا عم، مش كده بقى. أيوة. فاحنا ازاي نقدر نخاطب عقول الناس دي؟ يعني على الاقل ان احنا نغير ولو بكلمة، يعني ان احنا نديهم نقول لهم يعني كنصيحة او ككلمة او يعني نقول لهم يعني ايه، ان هم يحاولوا على قد ما يقدروا ان هم يقللوا من الموضوع ده. لان دي حاجة يعني بينهم وبين، المفروض ان هي تبقى حاجة بينهم وبين ربنا او بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فالمفروض تبقى نابعة من نصيحة او ككلمة او يعني نقول لهم يعني ايه، ان هم يحاولوا على قد ما يقدروا ان هم يقللوا من الموضوع ده. لان دي حاجة يعني بينهم وبين، المفروض ان هي تبقى حاجة بينهم وبين ربنا او بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فالمفروض تبقى نابعة منهم يعني. يعني مثلا ما تلاقيش واحد مثلا، ما هو لو انت برضو جيتي كلمتيهم، اصل الناس دي معنى اللي هي وصلت لكده يمكن يكون ده نتيجة الجهل مثلا. طبعا. طب ده نتيجة ايه؟ نتيجة ضعف الإيمان وجهلهم بقيمة الصلاة على الرسول صلى الله عليه عليه الصلاة وسلم. والسلام. يعني لو نرجع كده بالزمن أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم معاهم كانوا بيقولوا هو فيما معناه يعني اللي هما كان على رؤوسهم الطير. فمعنى كده اللي تخيلي واحد على راسه طير، فلو اتحرك شوية الطير ممكن يطير، فهو دقيق جدا في حركاته، في حركات رأسه. ايوه صح. فتخيلي الزمن يعني هما مع الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا بيتكلموا كده. فتخيلي ده دلوقتي واحد بيعمل حاجة تغضب ربنا، يعني انت بتعاكس اولا، فانت فين غض بصرك؟ أيوة وتقول صح. اللهم صل على جمال النبي. واحدة تانية بترقص وكمان راجل تلاقيه برضو، دي ظاهرة مستفزة جدا، رقص الرجالة في الافراح برضو. طبعا طبعا. فين رجولته، فين ادبه، فين؟ ما تلاقيش الكلام ده كله، عمال يرقص. واحيانا برضو تلاقي راجل بيفوق النساء في الرقص. أيوة صح. فده موضوع وحش جدا يعني، عايزين برضو نعمل له حلقة لوحده ان شاء الله. بس احنا دلوقتي دي خلينا بقى يعني حاجة ترجع لدين الإنسان يعني. طبعا يعني لازم يبقى الدين قوي عشان نقدر ان احنا نتغلب على كل الفتن اللي في الدنيا دي. ما هي المشكلة والله يا هبة اللي دلوقتي الموضوع الدين ده ما بقاش، يعني تلاقي الناس من ظاهرها كده متشددة من جواها فراغ. ايوه صح. يعني نفوسهم من جوا خاوية كده. فازاي الواحد يقدر يقوي العادة دي او نزودها اكتر عند الناس او كده؟ احنا نحاول نخليهم يتقربوا الى الله بشكل يعني بشكل كويس، بحيث ان احنا نقوي النزعة الإيمانية عندهم يعني شوية. تمام. بس برضو يعني هما ممكن يتقربوا عن ربنا، بس اللي هو الناس برضو معرفتها بربنا قليلة، اللي هي ما تعرفش مثلا صفاته، ما تعرفش اسماءه، تعرف ربنا اللي هو بقى ربنا ونعبده